السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا، بالتوفيق والنجاح الدائم لكل أبنائنا وطلابنا. كان الله في عون أولياء الأمور وطلابنا أيضا، وهم في انتظار ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول 2024-2025. أقول لحضراتكم المحافظات اللي ظهر فيها نتيجة نتيجة الامتحانات للفصل الدراسي الأول لعام 2025 للصف الثالث الإعدادي. وهقول لحضراتكم باقي المحافظات اللي ما تمش ظهور النتيجة هيظهر بتاريخ كام. ولكن خلينا في المحافظات اللي هي بدأت تظهر فيها النتيجة في صباح اليوم. أولا محافظة، يا ريت نعمل لايك يا سادة محترمين، احنا وبنشاهد كده ونوصل الفيديو لأكبر عدد من الناس عشان الناس اللي منتظرة تطمن على الشهادة بتاعتها. نتفاعل مع الفيديو عشان نوصل أكبر عدد من الناس. في البداية محافظة الجيزة ومحافظة الوادي الجديد ومحافظة الإسكندرية ومحافظة الدقهلية سيتم رفع الشهادة وظهور الشهادة اليوم السبت الموافق 1 فبراير 2025 على جميع المواقع. يعني انتهوا من التصحيح وهتنتظروا ان شاء الله على حسب النت، عشان النت بطيء وعليه ضغط جامد. ولكن هم حاليا من الساعة 6 صباحا بيتم تحميل برنامج ظهور النتيجة للصف الثالث الإعداد للفصل الدراسي الأول لمحافظة الجيزة والوادي الجديد والإسكندرية والدقهلية في صباح اليوم. هتبدأوا تشاهدوا وتشوفوا النتيجة على جميع المواقع من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا. يعني من 10 للساعة 12 هتلاقوا النتيجة بتاعت المحافظات اللي أنا ذكرتها يا سادة يا كرام: الجيزة والوادي الجديد والإسكندرية والدقهلية على جميع المواقع أقصى حد اليوم 12 ظهرا. أما بالنسبة لمحافظة القاهرة بالتحديد، ودي تم تأجيل ظهور النتيجة حتى اليوم الثالث من شهر فبراير، وهو موافق يوم الاثنين 2025، عشان كان فيها شوية شغب في اللجنات وكان فيها شوية مشاكل. فطبعا اترحل ظهور النتيجة حتى أن يتم مراجعة النتيجة مرة أخرى بتاريخ 3 فبراير 2025. أما بالنسبة لباقي المحافظات وبالتحديد جميع محافظات صعيد مصر ما انتهوش لسه من تصحيح الشهادة. سوف يتم انتهاء تصحيح شهادة الصف الثالث الإعداد للفصل الدراسي الأول في جميع محافظات الصعيد غدا بأمر الله، اللي هو يوم الأحد الموافق 2 فبراير 2025. ولكن يا ترى بعد ما ينتهي التصحيح مباشرة هيتم الإعلان أو هيتم ظهور النتيجة؟ ده اللي لسه ما عندناش عنه أي تفاصيل. فيا ريت نشارك الفيديو وأنا متابع مع حضراتكم طبعا ظهور النتيجة في جميع المحافظات أول بأول. بس يا ريت نتفاعل مع الفيديو فضلا وليس أمرا، وبالنجاح والتوفيق لكل طلابنا وكل أبنائنا. وعام سعيد على حضراتكم، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.